يا عم جمال، عايزين نعرف ايه الفرق بين الحلاقة هنا. طب انت دلوقتي في الباركنج بتاع صالون الحلاقة بالانجلش يعني ايه؟ صالون. ماشي، انا معاك اهو. فيل واخد ميشو وابنه وابن عماد وابن يوسف وابن 5 6 عيال، وراح هناك بقى يعلمهم الاعتماد على النفس. اكلوا نفسيكوا شربوا نفسيكوا، واخد الاكل والشرب، هما بقى اللي يعملوا الاكل ويعيشوا مع نفسهم. لا 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 جمال، هناك الراس بكام؟ ها جمال؟ جمال ايه سر من الصالون الحربية دي؟ ولا انتوا هناك كل واحد هيد يور سيلف كده ويخدم نفسه ويجيب يجوز؟ لو هتقول بجد مش معقول كده. ايه يعني؟ شفت بقى، ما عادش اصور نفسي ورحت جايبها عن طريق المراية. خلي والله يا جدع انت بتستوعب. دي اولى المراحل. المهم بس انت ايه، ظبط الزبون ده عشان ده يعمل لك دعاية على النت. ده ايمن ده حبيبي. انت فاكر فيلم بتاع عادل امام عم ايمن فتح بقى الصالون في شبرا هنا، ده اشهر حلاق عندنا، مصفف شعر. عايزين نشوف الاسترال ده يعمل ايه. مستسلم لقدره يا عيني. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم ايه يا عمي، فضيحة تفوت ولا حد يموت. إذا كان يرجى منه الأداء أو لا يرجى منه الأداء، إذا كان يرجى منه الأداء فنعتبر هذا المال بحكم المال الحاضر، ويجب على الزائن أن يؤدي زكاة هذا المال الذي عنده. أما إذا كان المدين مباطلا أو منكرا